أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من الأخبار المحلية والعالمية. تتصاعد ردود الأفعال الإعلامية من الجزائر بعد إعلان المغرب عن الشعار الرسمي لبطولة إفريقيا عام 2025 التي ستنظمها المملكة في نهاية العام الجاري. الحملة الإعلامية الجزائرية التي تركز على اتهام المغرب بسرقة الزليج أثارت العديد من التساؤلات والانتقادات حول مدى جدية هذه الادعاءات، في وقت يعتبر فيه هذا الموضوع محط سخرية عند العديد من المتابعين. في الوقت الذي يتهم فيه الإعلام الجزائري المغرب بالاستيلاء على هذا الموروث الثقافي، يجد العديد من المغاربة أنفسهم في موقف تحد، حيث يطالبون الجزائر بإثبات صحة هذه الادعاءات. إذا كانت الجزائر جادة في اتهامها، فهي مطالبة بتقديم حرفي واحد قادر على تركيب الزلاج بالأسلوب الأصلي الموثق في السجلات العالمية، وهو تحد يصعب على الجزائر قبوله أمام الرأي العام الدولي. في ذات السياق، يتوقع العديد من المحللين أن الحملة الإعلامية التي يقودها النظام الجزائري ضد المغرب قد تكون مقدمة لقرار رسمي بالانسحاب من بطولة إفريقيا لعام 2025. وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عدم حضوره لحفل سحب القرعة المقرر اليوم الاثنين في الرباط، ما يثير تساؤلات حول نية الجزائر في المشاركة في البطولة القارية. ويعتقد المتابعون أن الهدف من هذه الحملة هو تهيئة الرأي العام الجزائري لقرار عدم مشاركة المنتخب الوطني في البطولة، وذلك عبر التركيز على مزاعم سرقة الزليج من المغرب، بالإضافة إلى محاولات النظام الجزائري لمنع الجماهير الجزائرية من دخول المغرب، خوفاً من أن يشهدوا تقدم المملكة المغربية الكبير على مختلف الأصعدة رغم عدم امتلاكها للموارد الضخمة مثل الغاز والنفط، في حين أن الجزائر لا تزال تعاني من آثار التراكمات الاقتصادية والسياسية. نشكركم على وقتكم. تابعونا دائما للحصول على أحدث الأخبار عبر قناة النبض الإخباري.